السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ في فيديو جديد معاكم سيد عزيز. بعد مرور شهر أو شهر ونص من بداية الدراسة، بالنسبة لطلبة التمريض بتبدأ فترة كده، يعني بتبقى فترة وحشة خالص كده في الترم، وهي إن بتبدأ الضغوطات تزيد عليك من الامتحانات والكويزات من الترم، أو الشيتات، أو الكيس ستادي، أو التشيك ليست العملي. يعني بص، تلاقي عليك كمية حاجات بتجي في وقت واحد، فاهم؟ مجرد ما تستلم الكتب كده مثلا، فاهم؟ وتلاقي المواد التانية برضو اللي هي جنب مواد القسم بتاعك بتبدأ تحط من الترم أو كده. فبيبدأ بصراحة الضغط يزيد على الواحد، يعني مش عارف بيتصرف ازاي في وقتها. فمع بعض ان شاء الله هنحاول نتكلم شوية خطوات مع بعض نعدي الفترة دي بأقل خسائر، وتخلينا كمان نستعد ايه للامتحانات الفاينل. فتابع الفيديو للآخر عشان مع بعض كده نقدر نشوف الخطوات دي يعني. هنتكلم بقى على اول خطوه، وهي مساله الوقت. الوقت يا جماعه مهم جدا جدا ان انت تنظم الوقت بتاعك، تمام؟ بالنسبه للامتحانات اللي انت داخل عليها او الحياه اللي جايه مع بعض دي، تمام؟ انظم وقت ازاي؟ بص يا صاحبي، انت مثلا المفروض ان انت معاك شيتات عايز تسلمها او كيس ستادي او كده، ومعاك برضو من الترم او معاك امتحان داخل عليك في الاسبوع، وبعديه بكام يوم في امتحان تاني، وهكذا. فمساله الشيتات بقى ما تحاول تخلي الوقت بتاعك انت مقسم لجامعه ولا سكن، تمام؟ خلال الاسبوع انت معاك ايه، او خلال اليوم معاك من الصبح لحد ممكن العصر او لحد الساعه 2 او ايا كان يعني، قاعد في الجامعه، تمام؟ في محاضرات وفي بريك بيبقى وسط المحاضرات وهكذا. ونفس الكلام ايه بعدين بعد ما تخلص بتروح السكن. فانت رقم واحد في الفتره بتاعت الجامعه دي لازم تحاول تحل فيها الكيس ستادي او الشيتات اللي انت معاها، تمام؟ ما تحاولش تخلي مساله الشيتات والحياه بعيد عن الامتحانات دي ان انت تحلها في السكن. لا، خليها فين؟ خليها في الجامعه مع اصحابك. معاك مكتبه تروح مثلا تبحث عليها وتطلع، تشوف مصادر يعني تطلع منها الحاجات اللي انت محتاجها، وهكذا. كده انت هتبقى يعني بشكل كبير حليت مشكله الشتات دي، ان انت خليتها في الجامعه. استغلت الفتره اللي انت او الوقت اللي انت بتقعد فيه هناك مع اصحابك، مع بقى ممكن حد من المعيدين، مع مش عارف الدفعه من اللي قبلك. تحاول تستغل الوقت اللي في الجامعه، ما تقعدش تقضيه على التليفون ومع اصحابك تقعد يعني. انت دلوقتي في فتره فيها ضغط، تمام؟ فانت تحاول تطلع من الضغط ده، وبعدين تبقى ايه اللي عايز تعمله. يبقى احنا رقم واحد الفترة والوقت اللي احنا هنقضيه في الجامعة ده، معاك من الصبح لحد من الساعة 9 مثلا لحد العصر. تحاول في اليوم ده تحل شيت مثلا او تحل اي حاجة، تمام؟ كده هنيجي ايه الوقت اللي بتاع السكن ده هنتكلم فيه. هنتكلم على الامتحانات او الميد ترم اللي انت هتقابله، تمام؟ لحد هنا هنروح بقى لتاني حاجة، وهي مسألة المذاكرة. تمام؟ انت المفروض ان انت عايز تبدأ تذاكر. طبعا دي حاجة حلوة خالص ان انت تكون عايز تذاكر عشان معاك امتحان، ده زي الفل. ده انت كده خط ايه، خط خطوة حلوة خالص. طب هل ده كفاية؟ انا اعتقد انه مش كفاية. طب ايه السبب؟ ان انت لازم عشان تذاكر كويس المكان اللي انت هتذاكر فيه والوقت اللي هتذاكر فيه يكونوا مناسبين. لو اخترت وقت مش مناسب، زي مثلا وقت قبل النوم، او وقت مثلا جاي من الكليه على طول مرهق، فما يعني مش مدي لنفسك ان انت ترتاح شويه وبعدين تبدا تذاكر، او فاهم الوقت اللي انت مش تركيزك فيه مش عالي مثلا، فاهم؟ انت بتختار الوقت اللي انت عارف تركيزك فيه عالي وبتقدر تستوعب فيه. لان لو اخترت وقت غير كده، فانت محصله المذاكره هتبقى قليله، تمام؟ ده بالنسبه للوقت. تاني حاجه المكان اللي انت هتذاكر فيه نفسه، البيئه اللي هتذاكر فيها، الاوضه مثلا او الحته اللي هتذاكر فيها، لو هي مش مناسبة، لو هي فيها ضوضاء، فيها تشويش، فيها ناس بتتكلم جنبك، فيها مش عارف اي حاجة هتعطلك على المذاكرة، وانت عارف الحاجات اللي بتعطلك عشان ما نكذبش على بعض يعني. كل واحد عارف ايه اللي بيخليه يبدأ يذاكر كويس، وايه اللي بيخليه يتعطل في وسط المذاكرة، تمام؟ فانت لو المكان مش مناسب وعارف ان هو هيعطلك، لا، لازم تختار المكان المناسب. مكان مناسب مع وقت مناسب، هتلاقي نفسك بتطلع بمحصلة كبيرة في المذاكرة. ودي اللي كتير مش اتكلمت عليها على فكره. اتكلمت على الموضوع ده في فيديوهات قبل كده، تمام؟ عشان بس ما نطولش في النقطه دي. اختار الوقت المناسب، اختار المكان المناسب اللي هتذاكر فيه، وابدا ذاكر. كده انت هتطلع محصله حلوه خالص. نروح بقى لثالث حاجه، وهي طريقه المذاكره نفسها، تمام؟ طريقه المذاكره دي حاجه مهمه جدا جدا، وناس كتير بتغفل عنها. وانا طبعا يعني برضو من الناس دي، بس لما جربت امشي بيها يعني جابت نتيجه معايا. هي ايه؟ نظام ان انت تذاكر نص ساعه او 25 دقيقه، وتاخد 10 دقائق او 5 دقائق بريك بين ايه، بعد ما تخلص ال 25 دقيقه دي تفصل فيها، بعدين ايه تخلي يعني تعمل ريستارت او ريفرش كده لدماغك، خلاص، وتبدا ترجع تذاكر تاني. بالطريقه دي انت هتاخد وقت اطول في المذاكره. يعني انت ممكن تروح تذاكر ساعه، تمام؟ وبعدين تفصل ساعه ولا ساعه ونص ومش عارف، وتلاقي نفسك انشغلت ورحت كده طلعت من مود المذاكره اصلا، تمام؟ لكن انت لو خدت نص ساعه بتذاكر، وبعد كده خدت 10 دقايق، بعد كده نص ساعه، هتلاقي نفسك بتاخد وقت اطول، ممكن تذاكر ساعتين ثلاثه، وهكذا. المحصله بتاعت المذاكره بتاعتك هتزيد،
تمام. يبقى لحد هنا ايه ده نظام المذاكره انا يعني ارجحه لك. ولو انت عندك نظام او طريقه او ايا كان حاجه افضل من كده وبتعرف تذاكر بيها وعارف انها بتجيب معاك محصله كويسه، خلاص توكل على الله فيها. تمام. لكن ده انا بقوله لحد ايه بيذاكر بعشوائيه وبيلاقي نفسه بيطلع بمحصله قليله. نروح بقى لثالث حاجه، وهي المفروض ان احنا خلصنا موضوع الشتات. قلنا هنحاول بشكل كبير يعني نديله 90% من الوقت اللي هو يقعد في الجامعه. تمام. في الفتره اللي انا بقعد، لان انا بقعد في الجامعه نص اليوم، فانت حرام اليوم نص اليوم اللي هناك ما تقدرش تعمل فيه حاجه ايه هتوفر عليك وقت. انت لو عملت شتات في السكن هتاخد منك وقت كبير. تمام. فانت هتخش بقى على النقطه الثانيه، وهي الامتحانات. انا داخل على ايه معايا امتحانين مثلا في نفس الاسبوع. اولا لازم تدي تركيز اكبر يعني بشكل كبير للمواد بتاعت القسم، بيبقى عليها درجات اكبر وهكذا. تمام. تاني حاجه الامتحان الاولاني اللي هيقابلك، انا معايا امتحان يوم السبت وامتحان تاني يوم ايه يوم الثلاث مثلا. فانا يعني لازم اركز تركيزه كله على الامتحان بتاع يوم السبت، ده المنطقي. تمام. ما تحاولش تشغل بالك بقى بالامتحان اللي بعدين، لان ده ممكن ياثر عليك في الامتحان الاول. تمام. لا، انت تدي الامتحان الاول ده حقه، ذاكر له، بص يعني الوقت كله للامتحان ده، وبعدين اخلص منه خلاص اخش اشوف اللي بعدي. دي نقطة مهمة جدا برضو، خلي بالك منها. طب خلاص انا هبدأ اركز على المادة اللي هي الاولانية. هعمل ايه بقى؟ هتبدأ يا صاحب المادة دي تشوف لها امتحانات، تسأل على الجروب بقى، تتصرف. دي مسألة ايه يعني مسألة بتاعتك انت، تتصرف تشوف امتحانات بقى مع الليدر، تشوف مع الدفعة اللي قبلك، تشوف مع زمايلك، ايا كان، تشوف امتحانات سابقة للمادة اللي هتمتحنها. تمام. طبعا الامتحان بيبقى فيه حاجات عليك وحاجات مش عليك، فانت هتحاول تخلي الموضوع ده بعد ما تذاكر هتعرف انت بتحل الاسئله ايه اللي عليك وايه اللي مش عليك. تمام. النقطه برضو خلي بالك منها. فانت هتشوف الامتحانات دي مهمه جدا، عشان اصلا اي مترم او اي كويز عباره عن اسئله، الاسئله السهله او المباشره من الامتحانات دي. غالبا كده ما فيش امتحانات بتعدي عليها مترم او كده بتبقى فيها اسئله لف ودوران مش بيحصل الكلام ده. تمام. ولو حصل هيبقى في سؤال واحد او كده بالكثير يعني. ولكن بشكل كبير الامتحانات الكويزات او الترمات دي بتبقى عباره عن اسئله مكرره من امتحانات سابقه. فانت لو قدرت تحل الامتحانات سابقه قبل الترم اللي هتدخل عليه او كده، فانت اعتبر نفسك هتجيب درجه حلوه خالص ان شاء الله. طبعا انا مش محتاج اقول لك ان برضو لازم تبقى عارف نوع الامتحان اللي جاي ده عباره عن الكتروني ولا مقالي. تمام. يعني ده حاجه مهمه جدا. خلالها اصلا من خلالها هتحدد نوع المذاكرة بتاعك، هيبقى الامتحان مقالي ولا هيبقى الامتحان الكتروني. لان الامتحانات طبعا زي ما عارفين المقالي بيحتاج كتابة، بيحتاج تحفظ التعريفات، بيحتاج تحفظ الليست والكلام ده. اما بقى لو الكتروني بتبقى بتركز على الحاجات ايه النقاط اللي هي فيها معلومة. تمام. التعريفات طبعا حاجة زي كده، وفي برضه نقاط بتبقى ما بين السطور والكلام زي كده بيبقى فيها معلومة، الارقام، مش عارف شويه حاجات كده المفروض انت بتركز عليها. انا قلت ازاي تذاكر الامتحان المقالي وازاي تذاكر الامتحان الالكتروني في فيديو قبل كده، هسيب لكم فوق في صندوق الوصف ده تبقوا تشوفوه. وخلي بالك لو في فتره كافيه قبل الامتحان يعني ان انت تذاكر بتأني، تذاكر كده بشكل يعني ايه تفهم فيه المحاضره بشكل كبير خالص، بحيث ده يساعدك لما تيجي يعني انت خلاص هيبقى في فتره قريبه على الفاينل، مش هيبقى فتره بعيده يعني. فتبقى مستعد برضه للفاينل، ما تبقاش مزنوق لما تدخل يعني هي على الفاينل، فاهم؟ تبقى كأنك بتراجع، لان الموضوع ده والله بيفرق. ان انت لما بتيجي تذاكر للفاينل وتكون ذاكرت المحاضرات بشكل فيه فهم، فانت مش هتاخد وقت في المذاكره، مش هتاخد وقت في البحث مثلا، مش هتاخد وقت في ان انت حاجات توقف معاك، فاهم ازاي؟ بتبقى خلاص بتقرا بتذاكر بتفهم وتلاقي نفسك خلصت بسرعه وبتبدا تحل امتحانات والحاجات دي يعني. لو بقى معاك مثلا امتحان يوم السبت ويوم يوم الاحد في امتحان، تمام، ودي المفروض ما تحصلش يعني. المفروض الليدر او ايا كان بيبقى يخلي في يوم او يومين يعني قبل الماده. تمام. ما تحاولش تزنقوا الامتحانات في كذا يوم ورا بعض. تمام. فاذا كان بقى في يوم واحد مثلا حصل بقى وكان في يوم واحد فاصل بينك وبين الامتحان الثاني، فلازم تبقى الامتحان الثاني ده مستعد له بامتحانات اكتر حاجه. تمام. تكون سائل عن امتحانات لي او جمعت له امتحانات من الدفعه اللي قبلك، غالبا هم اكتر ناس بيبقوا معاهم امتحانات يعني محفوظه وكده. فالمهم ايه تسال حد من الدفعه دي او الليدر يجيبها لكم ايا كان. الامتحانات ما انا مش هتكلم عليها تاني لان الكلام كتير، الامتحانات مهمه جدا. تمام. فلازم تحاول ايه، لان إيه انت قدامك يوم، اليوم ده هتحاول تشوف الامتحان تحله. تمام. تحفظ بقى الاسئله بتاعتها او كلام زي كده. تاني حاجه انت هتمر على الماده يعني، هتقراها وهتقرا العناوين الرئيسيه اللي فيها، وهتقرا الحاجات المهمه اللي فيها، فاهم انت ازاي؟ لو في تسجيل للمحاضره ولا الكلام ده كده ممكن تسمعه وتركز فيه على الحاجات المهمه او اللي بيركز عليها الدكتور بتاع الماده، فاهم ازاي؟ فلو الوقت كافي بقى هتذاكر ايه بالراحه، بتذاكر للمترم ولا الفاينل.
تمام. لكن لو الوقت قليل تمام، فانت لا تحاول يبقى زي ما قلت لك تشوف امتحانات الماده بشكل كبير وتقرا العناوين الرئيسيه اللي فيها. تمام. لو في انت معاك في نفس الاسبوع امتحانين، امتحان قبليه كذا يوم، 3 ايام مثلا، امتحان تاني قبليه يومين او يوم مثلا، تمام، والامتحان التاني ده اللي هو اللي عليه درجات اكبر من الامتحان الاولاني، واصله لك الفكره. فانت ساعتها هتعمل ايه؟ هتحاول تدي تركيزك طبعا للامتحان اللي هتقابله، في نفس الوقت هتيجي يعني تخلي وقت مخصص لايه؟ للامتحان اللي بعدين. لا لازم تعمل الحركه دي، لان انت إيه؟ بالنسبه لك الامتحان التاني عليه درجات اكبر، ولو لو حطيت له يوم او يومين بس مثلا والامتحان ده فيه محاضرات اكتر، فانت كده هتبقى ايه؟ تزنق نفسك بشكل كبير. والامتحان الاولاني دلوقتي مثلا سهل، او ان كان درجاته اقل، معنى درجاته اقل يمكن بيبقى اسهل شويه. تمام. فانت هتحاول ايه؟ تقسم الوقت ده والامتحان اللي بعدين. فاهم النقطه دي؟ مش تبقى زانق نفسك بقى برضه بالامتحان الاولاني ده ومديله كل الوقت وكل حاجه، طيب بعدين تلاقي نفسك في يوم ولا في يومين مش عارف تعمل اي حاجه في الامتحان اللي بعدين. يعني حاول تنظم الوقت، انا قلت لك في الاول تنظيم الوقت مهم جدا يعني. فانت تحاول تنظم الوقت، تدي ايه؟ وقت لده ووقت لده، تفصل ما بين، يعني انت بتذاكر للامتحان تمام وتيجي فاصل مثلا بساعه او حاجه زي كده للامتحان اللي بقى ايه؟ اللي هو التاني. النقطه التانية عايز اتكلم فيها وهي الشتات. الشتات طبعا انت ممكن يعني بشكل كبير في ناس اثناء ما المعيد بيشرح او الدكتور بيشرح ازاي تحل الشيت وكده، فانت ممكن ما تكونش مركز معاه. فبالتالي اول ما بيجي اليوم اللي بيديك فيه الشيت ويقول لك معاك شيت المفروض تسلمه يوم كذا، فانت ايه؟ ما بتعرفش تعمل ايه، وبتبدا تلاقي الزنقه بقى معاك من الترمات، معاك مش عارف شيتات استلم، التوتر اللي بيحصل والضغط اللي بيحصل ده خليك مش عارف تتصرف ازاي. فالمهم الشيت ده يا صاحبي، انا عملت فيديوهات قبل كده ليه ازاي تحل الشيت، فممكن تروح تشوفها، والناس يكل بلان والكلام ده. تمام. دي رقم واحد. رقم اتنين ان انت المصادر اللي انت المفروض تحل بيها الشيت معاك في المكتبه بيبقى فيها، بص يعني المشكله ان انت ما حدش بيوعيك للنقطه دي. تاني حاجه ان انت ايه؟ بتكسل ممكن ان انت تروح فيها وتدور، مع ان انت لو رحت مره وتعبت في الاول بعدين هتبقى خلاص عرفت الطريق، يعني هتروح مش هتاخد وقت فيها. تمام. تالت حاجه معاك جوجل بقى، ورغم ان هو المعلومات مش احسن حاجه فيه، لكن ايه برضه في ايه؟ لو قعدت تبحث هتلاقي مواقع كويسه تقدر تجيب منها ممكن لكذا شيت او لكذا ريبورت او كذا حاجه معاك المفروض تسلمها. تمام. واخر حاجه معاك طبعا اصحابك، معاك برضو الدفعه اللي قبلك، هتلاقي الدفعه اللي قبلك دايما يعني ايه؟ بتقدر تفيدك اكتر من اصحابك برضو ايه؟ ممكن زيه زيك، لكن الدفعه اللي قبلك مر بالتجربه فممكن يعرف ايه؟ يفيدك فيها اكبر حاجه. تمام. اخر حاجه بقى لو غلبت خالص تروح للدكتور بتاع الماده بتاعك، تحاول تقعد معاه وهيساعدك. ما تفكرش ان ايه؟ ان لو رحت له لا، يعني هيحاول يديك يشرح لك على الاقل كان بيقول لك ايه في المحاضره. تمام. فالحته دي مهمه لان انت بيبقى معاك كذا شيت عايز تسلمه، معاك كذا كل سنه معاك شيتات برضه، فكونك ان انت تعرف الخطوات اللي هتمشي عليها في كل مره هتسهل عليك في المرات اللي بعدين. انا لحد هنا خلصت، ولكن الملخص اللي هقوله لك دلوقتي يعتبر اهم من الفيديو نفسه، لان ايه؟ ده اللي عايزك تطلع بيه من الفيديو يعني. ان انت تحاول تنظم الوقت بتاعك، تحاول تختار اللي تخلي الشتات في الجامعه او في الوقت اللي انت بتكون فيه فاضي في الجامعه، وتخلي المذاكره بتاعتك للمترمات طبعا في السكن. تحاول تختار الوقت المناسب، المكان المناسب اللي هتذاكر فيه، لانه مهم جدا جدا والله. تمام. اي حاجه بتشتتك تحاول تخلص منها، لان انت في فتره فيها ضغوطات. خلاص عملت الحاجات دي وان انت برضو تكون عايز تذاكر وتبدا. تمام. تحاول زي ما قلت لك تشوف الماده الاولى اللي انت هتذاكرها او اللي هي اللي فيها الامتحان وتبدا تشتغل عليها، تحاول تجمع امتحانات. ارجوك تحاول تجمع امتحانات، لان والله مهم جدا جدا. وغالبا اي امتحان هتطلع منه هتلاقي ايه؟ هتلاقي الاسئله بتاعته مكرره من امتحانات سابقا، وكل مره كنت لما ما اجمعش امتحانات كنت اندم فيها. يعني مش هقول لك عشان ما حلتش كويس، ولكن عشان الاقي الاسئله يعني خلاص هو السؤال نفس اللي كان في الامتحان جه في الكويز او في الميد، فكان الموضوع هيبقى اسهل بكتير لو كنت جبت امتحانات ذكرتها. تمام. طبعا بجانب المذاكره بتاعتك طبعا مهم جدا جدا انت تذاكر، بس يعني فانت تخلي بالك اول ماده بقى انت عليك فتبدا تذاكر لها، تحاول تجمع الامتحانات، وبعد كده ايه؟ تبدا تشوف الماده اللي بعديها. وقلت لك لو الماده اللي بعديها هتكون هي اللي عليها درجات اكبر وفي وقت قليل قبليها، فتحاول لا من الاول تبدا تذاكر للمادتين او للامتحانين. تمام. تقسم الوقت ما بينهم عشان ايه؟ ما تزنقش نفسك يعني. يعني لحد هنا اعتبر دي ايه؟ شويه النصائح اللي انا كنت بعملها او بمشي بيها لحد كبير، وغالبا كان بيجيب معايا نتيجه كبيره. لو انت عندك طريقه في المذاكره او حياه افضل من كده فطبعا يعني استمر عليها، بس انت طالما دخلت الفيديو يبقى اكيد انت انت مزنوق يعني. بس لحد هنا يعتبر الفيديو بتاعي خلص، ان شاء الله يعني يكون استفدت منه. واتمنى بقى تدعم الفيديو، تعمل لايك للفيديو وتعمل كومنت كده ايجابي، وتقول لنا برضو رايك، ولو في اي حاجه عايز تشاركنا بيها. وتعمل اشتراك طبعا على القناه لو انت لسه مش مشترك.
بس لحد هنا خلصت. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.